كل ما هتزود شرب القهوة على الريق كل ما ضربات قلبك هتزيد، وما ضربات قلبك تزيد هتبص تلاقي الكورتيزول بيعلى. الكورتيزول لما بيعلى بيبتدي يزود معاك مقاومة الأنسولين وبيعمل مشاكل تانية كتير. شرب القهوة على الريق برضو هيعمل لك سهر وأرق، والسهر والأرق برضو هيعلي الكورتيزول، وهيبتدي تاني حاجة يقلل لك الميلاتونين. والعلاقة ما بين الكورتيزول والميلاتونين علاقة عكسية. ومن ضمن مشاكل القهوة على الريق إن هي بتعمل لك مشاكل في الهضم وقولون عصبي، وتبتدي تزود لك معدل الحموضة، وبتزود إفراز حمض المعدة الصبح، وده بيعمل التهابات في المعدة. ولو ابتديت تشرب قهوة على الريق تبتدي تخش الحمام كتير، يحصل لك إضرار في البول، تبتدي تفقد هنا معادن كتير. معادن زي ايه؟ زي الكالسيوم والمغنيسيوم. الكالسيوم هنا مسؤول عندك عن صحة العظم والبون هيلث وعن الماسل كونتراكشن وانقباض العضلات، وعندك المغنيسيوم مسؤول عن الطاقة بتاعت جسمك وعن النوم بتاعك وصحة نومك انت. وده معناه ان انت لازم تزود في التغذية بتاعتك بشكل عالي شوية كمية الاكل اللي فيها كالسيوم ومغنيسيوم كتير، زي الخضار، زي الافوكاتو، زي السبانخ، الموز، الفراولة، كل الحاجات دي. بس في الاول وفي الاخر بنصح ما تشربش قهوة على الريق خالص، انها بتعمل لك المشاكل اللي انت شايفها دي كلها. وصدقني لو نمت بالليل كويس وبطلت سهر ولعبت شويه رياضه خفيفه مش هتحتاج قهوه، هتبقى فايق الصبح لوحدك. ولو خدت اي مشروب، اي حاجه بتزود الدوره الدمويه زي الجنزبيل، او خدت جينكا الصبح، او خدت روزماري او ميراميه، كل ده هيزود الدوره الدمويه وهينشطك الصبح